والنهارده معانا ملخص قصة أنا لست آلية. وبطل المسلسل اسمه كيم، وهو شاب وسيم وغني جدا، ولكن عنده سر مخبيه على الدنيا كلها، وهو انه لما بيلمس حد بيظهر مرضه النادر وهو الحساسيه ضد البشر، وعشان كده هتلاقي اسلوب حياته فريد من نوعه. ونيجي بقى لبطله المسلسل وهي جوجي، ومسميه نفسها الريسه، ولكن في الواقع هي فاشله جدا في حياتها. عملت قبل كده 4 مشاريع وكل مره بتفشل فيهم، ودلوقتي بتعمل في مشروعها الخامس، مديونه للدنيا كلها. ونيجي للشخصيه الثالثه الرئيسيه في المسلسل، وهو الدكتور هونج بايك، واللي صنع انسانه آلية بتشبه حبيبته السابقه. وتبدأ القصة بكيم وهو بيشتري إنسانة آلية واللي صنعها له الدكتور بايك، وقبل ما بياخدها بيعمل معاها تجربة اللمس عشان يشوف هتأثر فيه ولا لأ. وأول ما بيلمسها بيكتشف إنه محصلوش حاجة، وإنها بالنسبة له هتبقى أمان. وعشان كده هو بيستغرب وبيسأل نفسه هو ليه جسمه ما تأثرش أول ما لمسته؟ يا ترى عشان هي آلية؟ فترد عليه الانسانه الآلية وتقول له انا شغاله من خلال بطاريه موجوده في صدري، بشتغل لمده 3 ساعات بعد ما يتم شحني، وان هيكلها مشابه لمفاصل الانسان، وان عندها حاسه الشم واللمس زي البشر بالظبط، بالاضافه ان هي عندها اكتر من موهبه زي المحاسبه واللغات الاجنبيه. وبعدين تقول له استخدمني زي ما تحب. فالدكتور بايك بيقول له ان هي تقدر تقرا تعابير الوجه والاحاسيس، ولكن محتاجه شويه تدريب. فيقول له على اساس ان انا هربي كلب ومحتاج اروضه. فبايك يقول لي ايجي 3 انا حاسس بايه دلوقتي؟ فتقول له انت غضبان، وانا اسفه يا دكتور لو كنت سبب في زعلك، ولان كيم محتاج حد كفء في حياته. فيرفض الفكره لانها لسه محتاجه تدريب. فايجي 3 تقول له نكته بس ما ضحكش عليها، وبعدين ضحك. فردت عليه الآلية بتقول له اديك ضحكت. فزعل كيم واصر ان هو مش هياخدها. فبايك قال له بس محتاجه شويه تمرين. فقال له جيبها لي بكره بيتي وانا هتاكد بنفسي اذا كانت هتنفعني ولا لا. وبعدين كيم يتصل بموظف عنده ويقول انا جاي في الطريق عشان احضر الاجتماع. بعدها الموظف يكلم اداره الامن في الشركه ويقول لهم ان المدير جاي في الطريق. فتحصل حاله طوارئ في الشركه كلها، زي انهم يطلعوا العربيات من الجراج. الموظفين اللي في المجمع كلهم واللي في الطرقات كلهم يجروا على غرفهم. فيوصل كيم يلاقي الجراج فاضي تماما، يركن عربيته ويطلع. وهو ماشي في الشركه شاف موظف عمل تليفون وقال لهم نزل لي يا ابني رواتب الموظفين. وبعدين تظهر البطله بشكل البشر العادي، وهي الرئيسه جوجي، وهي موجوده في مشروعها الاخير، وهي فكره اضاءه اللمبه بمجرد اللمس باليد. وكل هدفها في الحياه ان حد يتبنى مشروعها. وهنا الدكتور بايك مجتمع مع التيم بتاعه وبيقول لهم ان هو بمجرد وصول الفلوس هيقدر يظبط حاجات اكتر في الانسانه الآلية اللي هي ايجي 3، زي تغيير البطاريه واجهزه الاستشعار بتاعها وقطع غيار هيبدا يظبطها. وده كله طبعا عشان تنال اعجاب كيم. وبعدين تدخل عليهم ايجي 3 بالبيره، فيتراهنوا على مين يضحكها. فالاول يقول لها ايه اللي بعد الغدا؟ فتقول له مسواك، وما ضحكتش. فالتاني بيقول لها اول ما الفلوس تيجي هجيب لك صدر سيليكون، فما فهمتش قصده وما ضحكتش. فالتالته بتقول لها ايه اللي بيحصل لما عظام الفكين بيطيروا في الهواء؟ فقالت لها عظام الفكين ما بيطيروش في الهواء لانهم مش تنين، وما ضحكتش. فالدكتور بايك قال لها بكل بساطه ايجي 3 اضحكي، فضحكت. وبمجرد ما الفلوس جات لهم بداوا يظبطوا بعض الحاجات في ايجي 3، فتحوا صدرها وبداوا يظبطوا فيه بعض الاعدادات عشان تظهر بصوره افضل قدام كيم. وفي نفس التوقيت واحد من التيم ماسك الخمره وعمال يشرب فيها، وزميلته بتنبهه بتقول له لو في قطره واحده بس من دي نزلت على البطاريه هتدمر لنا الدنيا. وبعدين يجي جهاز آلي متحرك فيطلب منه واحد من التيم ياخد الكنزايه يرميها في الزباله. فهو بيرمي له الكنزايه جات نقطه على البطاريه دمرت الاي جي 3. وبعدين تظهر جوجي وهي راكبه الفيسبا بتاعتها وماشيه على الطريق. وبعدين تطلع البيت فتتفاجئ ان اخوها واقف لها ومستنيه عشان يضربها. وهو بيضربها قال لها انا قلت لك قبل كده لو بدات المشروع انا هطردك من البيت، لانه طلب منها قبل كده ان هي تشتغل وما تفتحش مشاريع. وكمان هنعرف ان اخوها هو نفسه الموظف اللي كان اتصل بيه كيم، يعني اخوها موظف في شركه كيم. واللي زعله اكتر ان هي اصلا استلفت مبلغ $10,000 من زوجته عشان تفتح المشروع. فطلبت منه ان هو يهدى شويه لان النهارده عيد ميلاده وهي جايبه له تورتايه، ولكن اخذ التورته منها ورماها. فزعلت منه جدا وقالت له انت عمرك ما شجعتني، ابويا وقف جنبك، اتعلمت كويس ودخلت جامعه كويسه وبقيت محامي، وكمان اتجوزت وحققت حاجات كتير في حياتك. فقال لها شهاده ايه ووظيفه ايه اللي ملهاش اي 30 لازمه؟ قالت له بالعكس انت حياتك كويسه ودلوقتي ابوك اتوفى وانت المفروض تكون سندي. قال لها لو انت عايزاني اقف جنبك انهي المشروع ودوري لك على وظيفه. فقال لها انت هتقضيها نوم طول النهار، تعلمي لك كورس ولا شوف لك وظيفه. فقالت له انت متخيل ان الشغل سهل كده؟ وبعدين انا نايمه امبارح بالنهار لاني بقالي ليلتين ما نمتش، وكل ده عشان ادي لك فلوسك اللي واخداها منك. وهنا الدكتور بايك لما باظت الاي جي 3 بدا يدور على واحده بديله عشان يوديها لكيم. فالموظفين قالوا له موجوده ولكن بره في الخارج محتاجه يومين على ما تيجي. فبعدها يقرر ان هو يتصل بكيم ويقول له ان اي جي 3 محتاجه شويه تظبيطات فهتتاخر لمده يومين. فكيم رفض وقال له انت قدامك بكره بس تشيك عليها بعد كده تبعتها لي.
وهنا الدكتور بايك يطلع صورة حبيبته القديمة ويبص عليها، وبعدين تظهر جوجي وهي قاعدة في خمبرة وعمالة تشرب ومنهارة وبتقول ان هي هتاخد قرض عشان تسدد اخوها. وبعدين يجيها اتصال وترد وتقول انا مش عايزة قرض، ولو عايز تديني فلوس اديني 10000 دولار. وطلع اللي بيكلمها هو الدكتور بايك، ولكن مش فاكراه لانها تايهة من الخمرة، وهو يقول لها ازاي انت نسيتي صوتي؟ فحب يفكرها بنفسه فقال لها انا فطر الفطر. فقالت له طالما انت الفطر يبقى انت محتاج منظف. فقال لها طب انا هديك 10000 دولار، انت فين؟ واثناء ما هي ماشيه عماله تشرب وتتريق على اسمه، فجاه تفتكره وتتاكد اكتر لما تبص بره وتلاقيه واقف منتظرها، فتحاول تجري وهي بتستخبى منه وهي سكرانه، فتلاقي نفسها قدامه. واول سؤال ساله لها انت ليه قصيتي شعرك وليه صدرك كبر كده؟ فتستغرب من سؤاله وتقول له احنا ما شفناش بعض بقالنا كتير، المفروض اول ما نتقابل تقول لي عامله ايه. فقال لها انا شايف انك متبهدله، انا مبسوط بكده. وفي النهايه بتقول له انت عايز مني ايه؟ قال لها انا جاي اساعدك في تسديد دينك. فاداها 10000 دولار وقال لها انا عايزك تشتغلي معايا بدوام جزئي، هتشتغلي بس لمده 3 ساعات وتاخدي 10000 دولار. فقالت له انت هتبيع اعضائي ولا ايه؟ قال لها لا، بس في شغلانه ما يقدرش يعملها الا انت وبس. وبعدين ياخدها معاه المعمل. فالموظفين يتفاجئوا بسبب الشبه الكبير بينها وبين الانسانه الاليه IG3. فالموظف ده يقول له انت لحقت تصلحها يا دكتور، بس انت لبستها شعر مستعار مختلف وكمان صدرها كبر، يا البطاريه انتفخت ولا ايه؟ فقال له الدكتور ما تقلقش هصلحها لك، وراح عليها بالشنيور. فالدكتور يقف له ويقول له استنى، وقال لهم رحبوا معايا بجوجي اللي هي نموذج IG3. فالموظفين يقولوا له هي فعلا بشر؟ فقال لهم دي حبيبتي القديمه. وهي بتسالهم يعني ايه نموذج، فتنبهر اكتر لانها شايفه نفسها لنموذج انسانه آلية. وبعدين تتقابل مع صديقتها اللي بتقنعها ان هي تاخد الوظيفه، فتقول لها لا حتى لو هنام في الشارع. وبعدين تقعد في الشارع قدام بيتهم، فتسمع صوت اخوها بيكلم مراته يقول لها ازاي تاخدي قرض من غير ما تقولي لي، وانت اساسا شبهها لانك انت اللي مدلعاها. فمراته تعتذر له وتقول له يا ريت ترجعها للبيت تاني. فيقول لها مستحيل، مش هترجع البيت الا لما تدفع اللي عليها. فلما سمعت الكلام ده خدت نفسها ومشيت تاني. وهنا كيم بيغير هدومه، فاكتشف ان سلسلته ضاعت، فبدأ يدور عليها في كل هدومه. وهنا جوجي ترجع تاني للدكتور بايك وتقول له ان هي موافقه تشتغل معاه، ولكن مش معنى ان انا وافقت ان انا اشتغل معاك يبقى انا لسه بحبك. وبعدين يظهر كيم وهو واقف في الشارع وعمال يدور في عربيته، وافتكر قبل كده انه حصل صدام مع حد وشدوا مع بعض، واثناء العركه هي خدت منه السلسله. وهنا بيعلموا جوجي ازاي تتعامل زي IG3 في طريقه الحركه والكلام والتعامل، عشان تظهر لنا جوجي بنفس شكل IG3. وحطوا لها عدسه في عينيها وهي عباره عن كاميرا مخفيه، وادوها كمان جهاز لاسلكي هتحطه على ايديها زي الساعه، وبالشكل ده بقت متصله IG3. يعني ببساطه كده هي تجسيد IG3 في الواقع. IG3 هتسمع وهتشوف اللي هي شايفاه، وكل اللي عليها ان هي تتبع تعليمات IG3 وبس. وبعدين ياخدوها في العربيه عشان يودوها لكيم. وهنا بيوصلوا بيت كيم، ومجرد وصولهم بالبوابه الباب يتفتح لوحده. واثناء ما هي في التابوت جوه يجي لها اتصال، ويطلع المتصل نفسه هو كيم. وهنا بيقول لها انت سرقت سلسلتي. فتقول له انت شكلك مجنون، انا سرقتش منك حاجه، وتقفل في وشه السكه عشان تتفاجئ انه رن عليها 156 مره وسايب لها 45 رساله. وبعدين ينزلوها من العربيه وهي جوه التابوت، فتتفاجئ بجمال البيت. حتى التيم بتاع الدكتور لما دخلوا البيت اتفاجئوا كانهم داخلين قصر او جنه. فيرن تليفونها تاني وهي جوه التابوت وهي جوه بيته، وترد عليه وتقول لو رنيت عليها تاني هتصل على الشرطه. والدكتور بايك والتيم بتاعه هيتجننوا ان هي فاتحه تليفونها وهي اساسا انسان آلي المفروض ما تتكلمش. فيشاور لهم يقول لهم اطلعوا بره. فكيم يروح للIG3 ويقف قدامها ويقول لها مرحبا IG3، ولسه هتقول له احبك يا سيدي، تتفاجئ بكيم واقف قدامها فتصرخ وتنهار. فكيم اتصل على الدكتور بايك، ولان الدكتور بايك خايف منه فدى التليفون المساعده بتاعته وقال لها قولوا له ان انا مت، ولسه هترد فخد التليفون منها وكلمه. فكيم قال له الآلية بدل ما تقول له احبك يا سيدي صرخت في وشي وكانت شويه وهتشتمني. فقال له ان هي على وضعيه التشغيل واستخدمت نمط الصديق، وقال له رسترها وهتشتغل معاك كويس. وكلم جوجي وقال لها اظن سمعت الكلام، فيا ريت تتصرفي كويس بدل ما تودينا في داهيه. فقفل معاه وقال لها ازاي تتجرأي وتستخدمي نمط الصديق، انت مفكره نفسك هتبقى صاحبتي؟ وهي بتقول لنفسها ما اقدرش اضربه، انا محتاجه ال 10000 دولار. فرسترها ورحب بها من تاني. فقالت له احبك يا سيدي امرني. فكيم بدا يختبرها وقال لها ازاي تثبتي لي انك آلية شامله. فبدات تستخدم الاجابات اللي بتقولها لها IG3. فقالت له ازاي تثبت لي انك انسان. فعجبته الاجابه. وفي وسط الاختبار الكهرباء تقطع عند بايك، فينقطع اتصالها بالIG3. فتتوتر جوجي وتقول هتصرف ازاي دلوقتي. ويجي الاختبار الثاني ويطلب منها انها ترفع رجلها وايديها في نفس التوقيت، فما يعجبوش رد فعلها وينقصها في التقييم. والدكتور بايك قاعد متوتر وشايل هم الدنيا كله، وبيقول مصيرنا في ايد واحده غبيه، احنا خلاص بنروح في داهيه. ويجي الاختبار الثالث واختبار الادراك، وهو عباره عن عمليه حسابيه هيكون الناتج بتاعها هو نفسه باسورد الصندوق اللي قدامه عشان تفتحه تعرف اللي جواه. وقال لها قدامك 3 دقايق بس. فكسرت الصندوق وقالت له اللي جواه بيض، وهو واقف هيتجنن ومش مصدق ويقول ازاي آلية تفكر التفكير ده. فقال لها عايزك تقشري البيضه في 10 ثواني بدون ما تستخدمي اي اداه. وقبل ما يكمل كلامه كسرتها في راسها وقشرتها في لحظه، وهو واقف مبهور ومش مصدق ويقول لها معقول آلية وبالذكاء ده؟ وهي تقول لنفسها اول مره حد يقول عني ذكيه. ويجي للاختبار اللي بعده وهي اختبار قدرتها في البحث على الانترنت
وسالها عن الرقم التسلسلي للمجسم، فحكت له كل حاجه بالتفصيل عنه، وده لانها عارفاه قبل كده، فانبسط منها جدا. وبعدين يبص لها ويقول لها انا حاسس ان فيك حاجه غريبه، ويقول لها انت ليه صدرك كبر عن امبارح، ويقول له نفسه ممكن تكون البطاريه باظت، ويقرب منها ويقول لها خليني اشوفهم، وهي تبعد عنه وتقول ده مجنون ده ولا ايه. وفجاه الكهرباء تشتغل عند الدكتور بايك ويسمعها وهي عماله تشتم فيه وتهزقه ومرمطت بكرامته الارض. فالدكتور بايك انهار وقال لنفسه خلاص رحنا في داهيه، وهي واقفه بعيد عنه وخايفه انه يلمسها، بتقول لنفسها بيبص على ايه ده، ولو مش محتاج الفلوس كنت قتلتك. وهو طلع التليفون ورن على الدكتور بايك وقال له ازاي تخدعني. فالدكتور بايك اعتذر ولسه هيقول له الحقيقه، فكيم قال له ازاي تستخدم بطاريات رخيصه، وبيقول له انها مش محترمه عشان البطاريات رخيصه، ويقول له هتعمل ايه دلوقتي لو صدرها انفجر. فكيم قال له احنا عملنا لك بطاريه افضل وعشان كده خدت مساحه اكبر، وقال له رجاء ما تقربش من صدرها عشان ارتفاع درجات الحراره. فيقتنع ويقفل مع بايك ويقول لها انا بكره اللي بيشتمني، ولكن الشتيمه من الروبوت حاجه تفرح. فتقول له في نفسها لانك غبي. ويجي له اتصال من اخوها جو وبيقول له ان رئيس الحسابات اختلس فلوس من الشركه، فقال له خليه يستقيل ولو ما استقالش هنرفع عليه قضيه، وقال له كمان هرفع قضيه على الحرامي اللي سرق العقد بتاعي. فتسمع الكلام وتنصدم وتقول لنفسها انا ما خدتش العقد بتاعك. فنادى عليها وقال لها دلوقتي هختبر اخلاقك، وقال لها في واحد حرامي اداني حاجات تافهه وسرق العقد بتاعي، فانت شايف ارجع العقد بتاعي واسامحها ولا اقضيها وادخلها السجن. فالاي جي 3 الاصليه شرحت لها قانون العقوبات وفي الاخر وصلت انه رفع قضيه. فجوجي ما سمعتش كلامها وقالت له ما يمكن انت اللي غلطان وان اللي حصل ده ممكن يكون سوء فهم. فقال لها ازاي انا سيدك وتقفي جنب المجرم والمفروض تقفي دايما جنبي. فقالت له بس انت ممكن تغلط يا سيدي. فقال لها انت بتعصبيني اكتر وكده هتكرهيني فيك وهخصم منك 20 نقطه وبعدها ياخد العلاج بتاعه. فيشرق والحبايه تقف في زوره، فقعد يخبط نفسه عشان الحبايه تنزل وبدا يقع على الارض وروحه بتروح وحس نفسه خلاص بيموت. فجوجي خافت عليه وطلعت تجري عليه، وبايك لما شافها قال لها ما تجريش، الاي جي 3 ما تقدرش تجري. فما سمعتش كلامه وطلعت جري عليه برضه وضربته على ظهره فرجع الحبايه وروحه رجعت له من تاني وهي عماله تطبطب عليه. فبص لها وهو مش مصدق وبيقول لها ازاي انقذتيني. فقالت له انا متغذيه بالبيانات عن تعبير الوجه، فاول ما شفت وشك عرفت انك محتاج مساعده ولو دربتني كويس ممكن اقدر اعمل لك حاجات اكتر. مع ان في الاساس الاليه ما فهمتش تعبير وشه وهي اللي انقذته من نفسها. فمد لها صبعه وهو مبهور، فهي مسكت ايده فيستغرب انها مسكته وما حصلوش حاجه. فخلصت معاه ورجعت تاني للدكتور بايك، فوهي قاعده تاكل لانها جعانه. فجه زعق لها وقال لها ازاي تاكلي بعد اللي انت عملتيه، انت ما تعرفيش انا صرفت قد ايه على المشروع. ويقول لها لو كان كشفك كنت وديتني في داهيه. فتعصبت وقالت له كان المفروض تشكرني. فوهي ماشيه قالت له غير وش الاليه لاني مش هجيلك تاني. فقال لها غيرها حالا، انا اتجنيت في عقلي لما استخدمت وشك. فبايك يروح المكتب ويكلم نفسه وهو متعصب وبيقول انها زي ما هي ما اتغيرتش ابدا، دايما تزعلني وتمشي. وجوجي خدت الفلوس منه وقابلت مرات اخوها وعزمتها على الاكل وادتها الفلوس اللي كانت سلفاها منها. فمرات اخوها قالت لها وانا بغسل هدومك لقيت العقد ده في جيبك. فمسكته وهي مصدومه وتقول له ازاي تظهر دلوقتي وتحرجني قدام الحقير ده. فبعتت له فيديو للعقد وهي عايزه تكسره، وهو اول ما شافه اتجنن. فوهي بتلف العقد يرن عليها، فقالت له اعتذر لي وانا هرجع لك العقد من غير ما اكسره. فقال لها انت واخده عقدي وعايزاني اعتذر. فقالت له انت ضربتني واتهمتني بالنصب فلازم تعتذر لي لانك ظلمتني. فتعصب عليها وقال لها اعتذار مش هعتذر، ولو عايزه تكسري اكسري براحتك. وقال لها مش هسيبك وهخليكي تدفعي الثمن غالي. وقال لها ليه اللف والدوران، ما تطلبي فلوس على طول. فقالت له ليه مش مصدقني وليه عايز تغير الحقيقه. وقالت له انت اذيت ظهري بضربك، ولو انا كنت عايزه فلوس منك كنت خليتك تدفع لي فواتير العلاج بتاعي، ولما قلت لك ان ما اخدتش العقد لان فعلا ما كنتش اعرف انه معايا، واول ما لقيته كلمتك عشان ارجعه لك. وقالت له واضح من طريقتك ان ما عندكش اصدقاء. فتعصب عليها وقال لها ده حقيقي، انا عندي عيش مع الاليين ولا اني اعيش مع حد زيك وعشان تقفل معاه. فقالت له ابعت لي عنوانك في رساله وانا هبعته لك، وفي خلال دقيقه لو ما بعتش العنوان هرميه. وقفلت في وشه السكه. فيتعصب ويزعق ويقول مجنونه. والمشروع بتاعها بدا يشتغل وتفرح وبتقول لزميلها في المشروع اتمنى ان شركه كي ام تقبلني. وكيم يقعد ويفتكرها لما انقذت حياته ويقول له نفسه آلية انقذت حياتي، ويجي يهرش بالعصايه فيتخيلها وهي اللي بتهرش له ويبدا يدخلها في المكان كله وهي بتنظف وتمسح وتلمع وكمان بتطبخ، وهي بتقول له دربني وانا اعمل لك كل اللي نفسك فيه. ويقول لنفسه هي دي الآلية اللي بدور عليها. اما الدكتور بايك زعلان وده لان الحاجات اللي جايبها عشان يظبط اعدادات الآلية اتشحنت في عنوان غلط ومش هتيجي الا بعد اسبوع. وفي نفس اللحظه يرن عليه كيم ويقول له الآلية ابهرتني وبهنيك على النجاح وعشان كده عاوزها من النهارده معايا. فالدكتور بايك قال له مستحيل، وده لان الآلية مش جاهزه وجوجو اي سابته. فتحجج له ان عقد الايجار بتاعه انتهى وانه بيدور على مكان جديد، فهيبعتها له بعد اسبوع. وقال له كمان انها لازم تتشحن كل 12 ساعه وما يقدرش يشحنها الا في المعمل بتاعه. فقال له هبعت لك كل يوم واحد ياخدها ويوديها. فقال له برضه مستحيل لانه بيخاف عليها تنكسر. فكيم قفل معاه وهو متعصب، وجون هو مروح لقى كيم مستنيه فكلمه في المايك وقال له اركب ورا. فجون ركب العربيه وهو مستغرب لانه لقى عازل بينه وبين كيم، وده لان كيم عنده حساسيه وبيعزل نفسه عن البشر. فكيم قال لجون تروح لبايك وتقنعه يجيب الآلية لبيتي، وقال له الكلام ده سر بيني وبينك. فجون قال لبايك لازم تودي له الآلية باقصى سرعه ونصيحتي ليك ما ترفضش. فبايك قال له طب لو رفضت؟ فقال له ان كيم عايز يدربها لمده شهر معاه في بيته، ووقتها يقرر انه يستثمر معاكم اكتر او يتخلص منكم. وقالوا لو المعمل بتاعك اتباع لشركه تانية وقتها يتم فصلك انت وفريقك من الشغل. وكيم راح يزور قبر والده ووالدته وهو زعلان ومتاثر وبيقول لها يا امي انا لسه عايش. فيجي له واحد فجاه ويكلمه في الشغل فيسيبه يركب عربيته وهو متعصب. وجوجي قاعده مع صاحبتها وفرحانه بمشروعها
فيجي لها اتصال من شركه كي ام اللي كانت مقدمه فيها وقالوا لها ان مشروعك اترفض، فتزعل جدا على حياتها الملخبطه وقالت لصاحبتها انا ممكن اروح اقابل رئيس الشركه وتترجاه وتطلب منه يدعمها. فصاحبتها قالت لها لو رحت الشركه هيطردوكي، وقالت لها روحي له البيت ووريه المشروع وحاولي تقنعيه بيه، وسالتها عن عنوان بيته فقالت لها ما اعرفوش. فجابوا الموقع من على جوجل وانطلقوا، ولما وصلوا العنوان اتفاجئوا ان مفيش بيت، وده لان البيت اساسا مش ظاهر من كبر المساحه اللي هو عايش فيها. فصاحبتها قالت لها انا متاكده ان هو، فهم بيدوروا على جرس الباب لقوا البوابه بتتفتح لوحدها، وده لان كيم كان داخل، واول ما بتشوفه بتداري وشها عشان ما يعرفهاش، وهو عشان جاي متضايق ومتعصب فما ركزش معاها، وهي تقول المجنون ده بيعمل ايه هنا، وتتجنن اكتر وتقول معقول هو رئيس الشركه، وتروح البيت تندب حظها وتقول ضربني وقال عليا حراميه، ويطلع في الاخر المجنون ده هو نفسه رئيس الشركه. فتكلم صاحبتها وتقول لها ايه رايك اقول له ان انا اللي انقذت حياته، يمكن ده يشفع عنده. فقالت لها بس الآلية اللي انقذته مش انتي. فتزعل جدا على نفسها، واخوها ينادي عليها وهي بتكلم صاحبتها فتطلع له وتقول له عايز ايه، رجعت فلوس مراتك. فقال لها انت جبت الفلوس منين؟ فقالت له اشتغلت وجبتهم. فتعصب عليها وزعق لها شغل ايه ده اللي يجيب $10,000 في اليوم؟ فقالت له انا تعبانه نتكلم بعدين. فقال لها قولي لي انت عملت ايه عشان نلحق نتصرف، وقولي لي لو كنت خدت قرض ولا بعت اعضائك، ولانها ما قدرتش تقنعه فدخل غرفتها وقعد يقلب في حاجتها. فقالت له يا ريت نتكلم بره. فقال لها قلت لك 1000 مره شوفي لك شغلانه، وطلعت تجري تقف قدام المشروع اللي كانت شغال عليه. فزقها وقال لها ده اللي انت كسبت منه $10,000؟ فقالت له ارجوك ما تلمسهمش اضربني احسن. وقال لها تاني قولي الحقيقه انت جبت الفلوس منين؟ فتعصبت وقالت له قلت لك اشتغلت. فقال لها يعني مش هتقول الحقيقه، وكسر لها المشروع بتاعها. فتنصدم وهو يقول لها خدي زبالتك وامشي من البيت، مش عايز اشوف وشك تاني لو ما قلتليش جبت الفلوس منين. فتلم الحاجه من على الارض وهي بتعيط وتقول له كسرت قلبي، انت ليه قاسي معايا كده؟ فقال لها عمرك ما عملت حاجه كسبت ثقتي بيها. فقالت له انت كسرت اخر امل في حياتي. فعيطت وقالت له انت ليه بتعاملني كده؟ انت ليه محسسني اني مش اختك؟ فقال لها انا زهقت من تصرفاتك، ولو عايزه تنفذي اللي في دماغك مش عايز اشوفك في البيت تاني. فقالت له همشي ومش هتشوفني تاني بعد النهارده. فمرات اخوها طلعت تجري وراها عشان تطيب خاطرها وتقول لها اخوك بيعمل كده عشان خايف عليكي. فقالت لها ما تقلقيش عليا انا رايحه عند صاحبتي. فيجي لها اتصال من الراجل اللي معاها في المشروع وبيقول لها ان صاحب البيت عايزك تخلي المخزن النهارده، ولانها برضو كانت شغاله على شغل هاند ميد فقال لها بيعهم باي فلوس عشان تلم فلوسك، فتاخد الحاجه وتسرح بهم على العربيه في الشارع. وبدات تبيع لاي حاجه معاها ب$30، ولان محدش بص في وشها فنزلت السعر $1، وكمان بتتحايل على الناس وبرضه محدش اشترى منها حاجه فزعلت جدا. وتشوف طفل مع والدته وهو ماسك لعبه فتتاثر وتزعل جدا، فتفتكر نفسها وهي صغيره وابوها بيتعامل معاها زي الاميرات، وللاقيها بترسم عجله في رجل صاحبتها، وده لان رجلها اتصابت وماشيه على عكاز فنفسها تعمل لها عجله عشان تساعدها في الحركه، ولان باباها شغال في السيارات فساعدها انها تعمل عجله لصاحبتها. وصاحبتها تفرح جدا وتشكرها، وباباها يقول لها انا مؤمن بقدراتك وهتبقى ناجحه في المستقبل، وهي اساسا قاعده في الشارع بشويه كراكيب وشايله هم الدنيا كله. وترجع المخزن وهي مكسوره وحزينه، وفي نفس الوقت كيم عايش في قصر لوحده وبرضه حاسس بالالم والوحده. ويجي لها رساله من فريق الدكتور بايك ويقول لها احنا كلنا جنبك ما تزعليش، ويقول لها اتمنى تكوني مكان الآلية لمده اسبوع. فبتقرر انها ترجع للدكتور بايك تاني، وبتقول لصاحبتها انا عايزه ابيع اللمبات بتاعتي اللي على شكل قلب لانه شيء كويس وهينفع الناس، فمضطر اروح لكيم عشان اخلي الغبي ده يغير رايه ويدعم الشباب اللي هم بيبداوا شغلهم الخاص. وفريق الدكتور بايك عمال بيلومه وبيقول له انت اللي كنت قاسي معاها عشان كده ما جاتش، وبيقول له هروح ابوس ايديها عشان تيجي. فبيتفاجئوا انها قدامهم وبتقول له الدكتور بايك هشتغل معاكم مجانا لمده اسبوع. فالفريق بيفرح جدا وبايك يقول لها ايه سببك؟ فقالت له انا حسيت اني خدت منكم فلوس كتير وده مزعلني، وقالت له بس بشرط واحد توفر لي مكان اكل واعيش فيه. فبايك ياخدها ويروح من تاني لكيم، وده لانهم هيعيشوا مع كيم في فتره تجربه الاي جي 3. وكيم يفرح اول ما شافهم وصلوا بيته، ويقابلهم كبير الخدم في القصر عشان يقول لهم شويه قواعد يعملوها اثناء وجودهم، واولها ممنوع التجول داخل المكان، وتاني حاجه لو شافوا كيم ما يقربوش منه. واثناء ما هو بيشرح لهم بتبدا الشنطه اللي معاهم تتحرك، وده لانهم حاطين فيها جوجي. فالخادم شافها ولسه هيفتحها فقالوا له جعلنا عايزين ناكل، واول ما خرج طلعوها بسرعه من الشنطه. وتزعل تقول احنا هنعيش هنا، يعني هو يعيش في قصر واحنا هنعيش في خزانه؟ واضح انه بخيل جدا. ولان جوجي راحت تفتح الشباك فقال لها ما تفتحوش تاني لانه ممكن يشوفك، وقال لفاروق بره يشيك على الكاميرات لو في كاميرات مراقبه يشيلوها. فهم قاعدين بياكلوا، كيم رن على بايك وقال له تعالى لي، ولما جاله قال له ازاي ادرب الاي جي 3. فقالوا الاي جي 3 بتقدر تقرا مشاعر الناس عن طريق ادخال بياناتهم، وكل ما كان التركيز على شخص واحد وقتها تقرا ادق المشاعر. وبيقول له كل ما يكون معلوماتها عنك اكتر هتقدر تتواصل معاها بشكل اسهل. فكيم قال له طب انت راضي عن تواصل الاي جي 3 معاك؟ فقال له هي بالنسبه لي افضل من البشر. فكيم قال له انا متفق معاك انها افضل من البشر. فكيم يقابل جوجي من تاني على انها طبعا الاليه، فيرحب بيها وتقول له احبك يا سيدي امرني. فقال لها عاوز احط لك كلمه سر عشان ما حدش يقدر يستخدمها غيره. فقالت له قول لي على كلمه السر اللي عاوزها. فقال لها شطيره. فالاي جي 3 قالت ان الكلمه دي محظوره ويا ريت تقول لي كلمه تانية. فجوجي تكلم نفسها وتقول ايه ذنب الشطيره، ونفضت للاليه وقالت له تم تثبيت كلمه شطيره ككلمه السر الخاصه بيك. فبايك اتضايق لانها ما سمعتش كلام الاليه فانبسط وقال لها انت انقذتني امبارح. فقالت في نفسها ما تشكرنيش اديني فلوس. فقال لها عندي ليكي مكافاه، وقرب منها وقال لها انا هنشئ جواكي غرفه خاصه بيا، ارجوكي ما تخليش حد يدخلها غيري، وانا بس الوحيد اللي تسمحي له يدخلها.
هقولها وهدربك تحطي معلوماتي في راسك، ومن النهارده تركزي عليا انا وبس وما تسمعيش كلام حد غيري. فجوجو تبص له وهي متاثره، فكيم يبدا يدخلها الحاجات المهمه عنده في البيت وبيقول لها انه يرتب لها الحاجه بمدى حبه للحاجه دي، وافضل حاجات عنده مسماها جميله زي حكاكه الظهر ودي جميله 1 والمكنسه جميله 2، وبيقول لها انه لسه محتفل بعيد ميلاد المكنسه قريب. فقالت له على كده هبقى جميله زيهم، فضحك وقال لها لسه بدري عليكي، ده هم افضل منك، وانتوا كل ما تساعدينا اكتر كل ما نقطك هتزيد، ووقتها تاخد لقب جميله زيهم، ووقتها احتفل بعيد ميلادك زيهم. وبيقول لها ان تاريخ الميلاد هو تاريخ الشراء بتاع كل حاجه. فتبص له بقرف وتقول ايه المجنون ده، وفريق الدكتور بايك كله هيموت وعايز يدخل الحمام، وده بسبب الاكل اللي كلوه امبارح. فالدكتور بايك قال ده جوجي كل الطبقين امبارح، وكيم بدا يشرح لها المقدسات اللي في البيت اللي ممنوع تلمسها، زي القلعه اللي عاملها باوراق الكوتشينه وزي الخزانه وكمان خزنه المجسم. وفريق الدكتور بايك واقفين قدام الحمام بيدخلوا بالدور، وبيقول له واحد منهم لسه طالع من الحمام وقول له جوج تمسك نفسها تودينا في داهيه، وهو اساسا مش قادر يمسك نفسه. وكيم بدا يشرح لها تفاصيل البيت، وجوجي معدتها تعبتها وعايزه تدخل الحمام، واول ما شافت الحمام روحها رجعت. فقالت له ايه الغرفه دي يا سيدي؟ فقال لها ممنوع تدخليها وهي واقفه وهتموت. فقال لها تعالوا وهي رايحه له مش قادره، وقال لها دخلي اهلي. فشافت العود، قال لها ده العود المفضل عند امي، ويتعصب ويقول لها واحده سرقته مني بس هجيبه قريب، ويقول لها دخلي ان سيدك بيكره الخداع جدا واللي هيخدعنا هدفعه الثمن غالي، ويقول لها انا سعيد انك آلية عشان مش هتخدعيني. وبعدين يوراها صورته مع واحده، فهي مش قادره بتقول له مين دي يا سيدي، ولسه بيقول لها اول حب في حياتي، فطلع صوت. فكيم اتجنن وقال عفريت. فقالت له انت اللي عملت كده؟ فقال لها مش انا. فقالت له استحاله يكون انا. فقال لها اكيد. فقالت له يبقى اكيد انت اللي عملتها لان مفيش حد غيرنا في المكان. فقعدت تشم فيه وهي قرفانه، وقالت له يا ريت تغير هدومك. فشم الريحه ودخل يغير، فطلعت تجري على الحمام، فدخل ورجع بسرعه وقال لها سيدك عمره ما طلع ريح، ولانه جه ما لقاهاش قاعد يدور عليها، وبايك وهو جاي بيسحب بيقول لها يا جوجي ده مالك نفسك، فعرف انها في الحمام. فكيم سمع صوت صاحبه السيفون، فقال المكان فيه عفاريت. فدخل عليها فجاه الحمام لقاها بتنظف القعده، فقال لها بتعملي ايه؟ فقالت له بنظف يا سيدي. وده لانها بعد ما خلصت حمام لقت ريحه الحمام لسه وحشه، فرشت البرفيوم وهي بتنظف، فدخل عليها فقال لها بس انا ما طلبتش منك تنظيف. فاتصدمت ومش عارفه تقول له ايه، فقال لها زي آلية وتبل ايديكي. فقالت له انا آلية حديثه وممكن اغسل الصحون كمان. فشاف البرفيوم في ايدها واتجنن، فقال لها ازاي ترش برفيوم في الحمام؟ فقالت له العطور دلوقتي بتستخدم في النظافه. فقال لها تنظفي برفيوم قيمته مليون ما تلاقيه في القعده بالمره. وبعدين يقول لها انا حاسس انك غريبه، انت ازاي بتعرقي؟ فهو بيقرب منها داس على الصابونه واتزحلق، فطارت عليه، ففرح انها هتنقذه، فانقذت البرفيوم وسابته، فوقع على الارض وهي وقعت عليه، فيصرخ على اخره ويقول لها بعيد عني. فالدكتور بايك فرح انه اتألم لان كيم كده هيتاكد انها آلية لانها لابسه جسم من التيتانيوم حوالين جسمها. فيقعد على كرسي التدليك وهو متدغدغ، وبعدين يقعدها قدامه عشان يفهمها، وقال لها انا انسان وانت آلية، انت شكل البشر اي نعم بس مصنوع من المعدن، وعشان كده ممكن تاذيني في اي لحظه، فما تنسيش ده ابدا وانت بتتعاملي معايا. وعشان يفهمها اكتر شغل لها فيلم وسالها عن الموقف اللي شغال، فقالت له كلب بينقذ انسان. فقال لها صح كده، انت بقى زي الكلب. وبيقول لها الكلب بيخاطر بحياته عشان ينقذ صاحبه، فانا عايزك تكوني زيه. فاستغرب وقال لها ازاي عرفت ان ده انسان؟ فقالت له لانه انسان. فقال لها بس وشه متغير ازاي عرفتيه؟ وقال لها هو زعلان اتمنى تحس بيها لو اتغيرت، وحط ايده على راسها وقال لها اوعدك ان اقدرك واحبك كمان. فقالت لنفسها كلامه جميل بس ليه حاسه اني كلب؟ وقال لها لو اتغيرت لدرجه انك ما قدرتيش تعرفيني ادخل الاوضه دي وافتحي الدرج، هتلاقي جوه ابره بدهاني، وقتها هديكي 500 نقطه وكمان هتوصلي للمستوى الجميله. بس هي ما فهمتش قصده، ويقف قدام الثلاجه وهي مليانه اكل ويقول للاسف ما فيش حاجه اكلها. فقالت له ده انت برجوازي مزعج. وفريق الدكتور بايك يقول ده مجنون، ده اكيد مختل عقليا، ويلاقي اكل في الثلاجه صلاحيته هتنتهي بكره، فيرميه في الزباله، وهي واقفه هتتجنن وتقول ايه المجنون ده ازاي بيرمي الاكل كده؟ فيبدا يجهز الاكل لنفسه وهم واقفين هيريلوا عليه ويقولوا احنا كده مش هنقدر نتفرج، ده كده بيعذبنا. ويقول لها كان نفسي ادعيكي تاكلي بس انت مش انسانه، وهي تقول له انت كسرت قلبي، انا لازم اخلص المهمه دي واستقيل، وعشان تخليه يشوف الاعلان بتاعها. فقالت له هعمل لك جو مناسب وانت بتاكل، وقالت للآلية تشغل البرنامج وتقول له اتفرج يا سيدي. فقال لها ايه ده؟ فقالت له ده اعلان شركه KM عاملاه عشان تمول المشروعات الصغيره، والفائز هياخد 100 مليون وانت اكيد هتشارك فيه لانك مذهل. فقال لها محدش هياخد فلوس، هم فاكريني ايه؟ فقالت له بس انت اللي قلت على المسابقه ولازم تلتزم بكلمتك عشان سمعه الشركه. فقال لها سيدك ما بيشاركش في الفعاليات التافهه دي. فقالت له في نفسها الفعاليات التافهه دي واقفه عليها حياه ناس، ويقول لها النصابين دول فاكريني ايه؟ فقالت له ده انت قذر. فشاف المكنسه شغاله، فقال لها روح شوفي شغلك وساعد المكنسه. فتروح تنظف وهي مخنوقه ومتضايقه وتقعد تشتم فيه وتقول ده اكيد مختل، وفي حد عايل يحتفل بعيد ميلاد مكنسه. فوهي بتشوح بالمكنسه فوقعت واحده من المقدسات اللي قالها ما تلمسيهاش. فاول ما شاف المنظر انهار ورمى الكوبايه اللي في ايده وفضل يصرخ في وشها. فقالت له بطاريتي بتخلص وعملت نفسها نايمه، وهو واقف منهار وهيتجنن. ويروح لبايك ويقول انا حاسس اني دخلت كلب مسعور في بيتي، فهو قاعد يشتكي له منها. تروح جوجي تاكل مع باقي الفريق وتقول لهم معقول ناكل اندومي وهو عمال بيرمي اللحمه في الزباله؟ وقالت لهم ايه رايكم نجيب اللحمه؟ فالدكتور بايك وهو قاعد معاه يلاقوهم داخلين القصر فيتوتر ويحاول يشتت انتباهه عشان ما ياخدش باله. فتدخل تجيب كل اللحمه اللي كانت موجوده في الزباله وتقول الغبي ده المفروض يهتم بضيوفه وياكلهم كويس، مش يرمي اللحمه في الزباله ويعاملنا باحتقار. وياخدوا اللحمه ويطلعوا بسرعه وهم في قمه السعاده. وبايك
الملك قال له لازم توطد علاقتك بيها شويه، فبدل ما تدخل البيانات وبس دخل معاها المشاعر، وقتها هتتطور علاقتك بيها. وتاني يوم كيم يقوم من النوم وهو مبسوط ويتصل بالآلية عن بعد وقال لها تعالي لي البيت، فتروح له ويبدا يسالها عن درجات الحراره النهارده. فبعد ما تقول له يقف قدام الشباك وهو مبسوط، فقالت له الشمس حلوه النهارده، ايه رايك تخرج شويه؟ فقال لها سيبك من الخروج، انت دلوقتي المفروض تتشتمي، انت مش ملاحظه ايه اللي كان هنا؟ فقالت له هي محروقه اكيد نظفتها. فقال لها اكيد لان في حيوان لعب فيها وبوظها ووقعها. فقالت له ايه رايك ابني لك واحده تانية؟ فقال لها انا بقالي 15 سنه ببني فيها. ويقول لها بدات ابنيها من وانا كنت طفل، عشان كده زعلت جدا اول ما وقعتيها. ويقعد على الترابيزه وهو مبسوط ويقول انا كنت بحب اقعد جدا عند الشباك ده، وكنت دايما حاسس ان المكان مضلم، وعمري ما تخيلت ان الضلمه بسبب اوراق اللعب. ويقول لها هو مبسوط عايزك تدخلي وشي ومشاعري دلوقتي. ويقول لها رجعت لي نور الشمس لباقي حياتي. ويقول لها سيدك فرحان قوي دلوقتي. فقالت له في نفسها اثرت فيا، خليك زي ما انا متعود عليك غبي. فيجي له اتصال ويقول لها استخبي واياك تخرجي. وطلع ان هو شريكه في الشركه. فهو خارج لمع جوجو بتبص من الشباك، فكيم طلع لها تاني وقال لها تعرفي مين دول؟ فبتقول ان هم مدراء في شركه كي ام، وان هم خبره في الشؤون الماليه. فتعصب وقال لها دي اخبار مزيفه احذفيها. وقال لها دخليهم الد اعداء سيدك، ولو شفتهم في اي وقت لازم تستخبي. فقالت له ليه؟ فقال لها لانهم لو عرفوا انك آلية وقتها هيدمروكي. فجاله اتصال ان جين اخوها موجود بره. فقال لها عندي ضيف، جهزي القهوه وهاتها لي الجنينه. فاول ما تشوف اخوها تتصدم وتقول اخويا بيعمل ايه هنا؟ هو مش المفروض يكون في المحكمه؟ وده لانه شغال محامي. وتقول بيعمل ايه مع الحقير ده؟ فكيم قال لها هات القهوه. فتروح وهي مضيره وشها عشان ما يشوفهاش. فاول ما يشوفها يخاف ويبعد، وده لانها حطت شعرها على وشها عشان ما يشوفهاش. فكيم قال لها شعرك ماله؟ فقالت له بسبب الهوا. فكيم بدا يعرفهم على بعض وقال له انها الاي جي 3 الآلية بتاعتي. وقال لها ده جين رئيس قسم التحقيقات. فجين قال له انا حاسس انها مألوفه بالنسبه لي. فكيم سأل جين عن حاجه في الشغل. فجين قال له انا اسف نسيت. فقال له مش هتقدر تستمر في الشغل بالطريقه دي. فجين اتوتر وتاسف له تاني، وهي واقفه ومتضايقه وتقول لاخوها ازاي تنحني له كده وما تعملش كده تاني، ازاي تنحني لواحد غبي زي ده؟ فاخوها يمشي وهي زعلانه عليه ومتضايقه ومخنوقه من كيم، وهي ماشيه وراه عايزه تضربه. فاول ما لمحها فقالت له ضيف جين كعدو ولا صديق؟ فقال لها مش عارف انا لسه بختبره. فقالت له انا ممكن اعرفه. فقال لها طب تقييمك ايه ليه؟ فقالت له صادق ومجتهد وطيب. فقال لها عندك حق، في ناس قالت لي عنه كده. وبعدين يقول لها اخلعي هدومك عشان تلبسي الهدوم اللي جايبها لك عشان نخرج سوا. فتتصدم وتقول له ما اقدرش اغير هدومي قدامك. فقال لها لازم افضل واقف عشان دراعك ما يتخلعش. فقالت له لو سمحت اخرج. فيخرج وتكلم صاحبتها وتقول لها استعدي انت والناس اللي معاك احنا جايين في الطريق. فخدته في طريق تاني غير الطريق اللي عايز يمشي فيه عشان يوصل عند شركته. وقالت له ان حصل حادثه عشان كده غيرت الطريق. فوصل عند الشركه ولقى مظاهرات وبيقولوا لازم شركه كي ام تلتزم بوعدها في دعم المشاريع الصغيره. فقال ازاي الامن سايبهم كده؟ فقالت له احنا في بلد ديمقراطي ولازم الناس تعبر عن رايها. فقال لها ازاي تسانديهم وما توقفيش جنب سيدك؟ فقالت له الآلي الصح بيساند العداله. فقال لها رئيس المساهمه في الشركه بيختلس الفلوس من خلال الخصومات اللي بياخدها من الناس اللي بيطلبوا التمويل من الشركه. ففهمت واتصدمت ويروح يقابل واحد ويحجز المكان كله، واللي طلع والد البنت اللي بيحبها واللي بيكلمه عن الاستثمار فرفض. فقال له والدك لو موجود كان هيبقى زعلان منك. فقال له انا متاكد ان والدي لو هنا كان هيبقى مبسوط. فقال له على العموم يو هتسافر بكره ومش هتشوفها تاني ابدا. فهم راجعين جوجو تقول له هو والدك مات؟ فهو زعلان قال لها امي كمان، وهما الاثنين ماتوا من 15 سنه في حادثه عربيه. فحاولت تخرجه من مود الكئيب وقالت له بطل كآبه. فقالت له اضحك الدنيا مش مستاهله. فضحك وقال انا هضحك بس عشانك، انما لو عشان حد تاني مش هضحك، وده لاني عايز ابقى مخيف قدام الناس عشان يعاملوني كويس. فقالت له مين اتجرأ وما يعاملكش كويس؟ هاتهم لي هنا بس وانا اضربهم لك كلهم. فضحك جدا وهي فرحت عشان طلعته من المود. ويو تروح له تاني يوم واول ما يشوفها على البوابه يطير من السعاده. فقال له جوجي خليكي هنا واياك تخرجي. فقالت له حد جاي لك؟ فقال لها هو مبسوط حب الاول، واللي اول ما شافته قالت له انا ما شفتكش بقالي كتير. وقالت له انا تعينت رئيسه المساهمات في شركتك. وتقول له انا اشتغلت فيها عشان والدي عايزني اتجوزك، وده عشان انت غني جدا وتقرب منه وتلمسه. وتقول له ما عنديش مشكله اتجوزك. وتقول له بالاضافه لفلوسك الكتير على الاقل ان اعرفك كويس. وتمسك ايده وتقول له لازم نخرج في مواعيد غراميه. فتوتر وشد ايديه وبدا لون جسمه يتغير ولانه تعب جدا فقالها لازم امشي حالا. وجوجي واقفه وشايفاه فخافت عليه. ودخل وهو بيصرخ وبيقع، وطلع جري على الغرفه وهو مش قادر يقف على رجله. ودخل الغرفه وهو بيزحف ووشه كله بدا يتشوه لحد ما وصل الدرج اللي هو كان قايل لها عليه. ولانه تعبان جدا ما قدرش يجيب الابره. فجوجي دخلت عليه وهي قلقانه جدا، واول ما شافت وشه خافت ورجعت وافتكرت لما قال لها اتمنى تعرفيني لما شكلي اتغير. فجرت بسرعه عشان تجيب الحقنه وعماله تبص لوشه خايفه، وقررت انها تديله الحقنه. وفي نفس اللحظه كيم يفتكر نفسه وهو طفل ومبسوط مع اهله وهم بيشجعوه عشان يبني قلعه بورقه الكوتشينه، وبعدها يحتفلوا بعيد ميلاده في قمه السعاده. فهم مروحين بالونه العيد ميلاد تيجي قدام باباه وهو بيسوق، فيفقد تركيزه ويعملوا حادثه ويموتوا باباه ومامته. وبيصحى من النوم وهو بيعيط وخايف. فيجي له دون شريك ابوه في الشركه ويقول له انت من النهارده ابني وشهور هيكون اخوك. واثناء تاديه مراسم الجنازه حد حط له حاجه في جيب البدله. وبعدها يروح ليون واللي هو شغال في شركتهم بس تبع دون ويقول له عايزك توقع لي الاوراق دي. فبيستاذنه يروح الحمام الاول. فبعد ما غسل ايده بيطلع منديل عشان يمسح، بيلاقي الورقه اللي اتحطت في جيبه وبتطلع انها رساله من سيده غير معروفه وبتقول له ما توقعش على اي اوراق. فهو طالع من الحمام بيلاقي يون بيقول له دون انا خلاص اتكلمت معاه ويوقع الورق وما تقلقش محدش هيشك في حاجه. فيتخنق ويتضايق ويقعد بره. فيجي له شول بالورق وبيقول له وقع الورق ده عشان تعيش معانا. فلما قرأ الورق عرف انه تنازل عن حصته في الشركه
الشركه. فوقع وهو متضايق، وشول يمسك ايده ويقول له افرح يا صديقي، انت خلاص من النهارده فرد من العيله. فكيم يتخيل ايده كانها وحش ويصرخ ويقول له ابعد عني، وبعدها بيلاقي ايده بتتشوه فبينهار ويجري. ودون بيشوف توقيعه فلانه بيشتمه، وقال لابنه واضح انه مش حابب يعيش معانا. ويرجع كيم لوحده في القصر ويقعد لوحده وهو خايف وزعلان، ووشه كمان بيتحول بشكل مخيف، ويصرخ اول ما يشوف نفسه في المرايه. وبعدها يفوق كيم، فجوجو تقول له واضح انه كان كابوس، فقال لها حلمت ان اعدائي بيطعنوني في ظهري بالسكاكين. وبعدها يفتكر اللي حصل له امبارح ويبدا يطمن على جسمه، فيفرح لانه رجع طبيعي. ويفرح ويقول له جوجي انت اتعرفت عليا وانقذتني واديتني الحقنه. فقالت له يبقى عيب عليا ان انا ما اتعرفش على سيدي. فقال لها ما خفتيش من شكلي؟ فقالت له ما فيش قلبي بيخاف. فقال لها ما حسيتيش اني شبه الوحش؟ فقالت له بغض النظر عن مظهرك هتفضل دايما سيدي. فيفرح جدا ويقول لها انت افضل 1000 مره من الكلب، ويمسكها من وشها ويقول لها انت جميله قوي. فقالت له طيب دلوقتي هترقيني؟ فقال لها طبعا انت من النهارده بقيت من الجميلات. وبعدها يلاقي جسمه كله مترشق ابر، فيقول لها لغيت ترقيتك. فقالت له واضح انك عندك حساسيه عاليه جدا، ويا ترى الحساسيه دي من ايه؟ فقال لها ده سر، قوم شوف شغلك. وكيم بدا يغير تاني على جوجي لما شاف كيم وهو بيقول لها اخلعي هدومك. فاول ما جات له بدا يزعق لها وقال لها ازاي تخرجي مع كيم من غير ما تقولي لي، ويسالها اذا كان عامل معاها اي حاجه، وبيقول لها انا حاسس انه مش طبيعي. فقالت له ده طبيعي جدا، مش زي ما احنا كنا فاكرينه خالص. وبتقول له ده طيب جدا وعمره ما بيكذب. فقال لها هتنحازي له من دلوقتي؟ فقالت له طبيعي انحاز له لانه سيدي. فزعق لها وقال لها من دلوقتي اياك تدخلي معاه غرفه نومه او انك تسمحي له انه يلمسك. وقال لها ازاي تديله الحقنه، هو انت فاكره نفسك ايه؟ فقالت له انا حسيت انه بيموت فعشان كده انقذته، فالمفروض تشكرني مش تزعق لي. وبعدها تقول له المشكله دلوقتي في اخويا، لانه لو شافني في الوضع ده ممكن انهار لان رئته ضعيفه جدا، فيا ريت تساعدني عشان ما نكشفش. فقال لها اختار كاميرا المراقبه عشان نعرف هو جاي. فجوجو تطمن، وجوجو تروح لصاحبتها وبتقول لها انها كانت غلطانه في حق كيم، وبتقول لها انه انسان كويس وطيب، وفي نفس الوقت يرن عليهم ومسميه على فونها القذر. وبيقول لها انا استلمت العقد بتاعي، وبيقول لها اضمن منين انك ما كسرتش العقد بالمطرقه زي ما كنت بتهدديني بالفيديو. فتعصبت عليه وقالت له ان حالته كويسه وما كسرتوش، وهو يقول لها صدقك ازاي انا عايز ضمان، ويتعصب عليها ويقفل في وشها السكه. فتتعصب وترجع تشتم فيه من تاني. فصاحبتها تقول لها ايه التغير الرهيب ده؟ فتقول لها انا اكيد اتجننت عشان اقول عليه طبيعي. وشول يوري الجين الآلية، فاول ما شافها قال لنفسه ده شبه اختي بالظبط، وساله اذا كان شافها قبل كده او يعرف عنها اي حاجه. فقال له ما اعرفش عنها اي حاجه. وكيم يقعد ويفتكر كلام حبيبته وعن كلامها عن الرومانسيه في الجواز، وفي نفس الوقت يشوف فيلم رومانسي فيطفي التلفزيون وهو متعصب، وده لانه خايف من التلامس، ويتضايق ويكلم نفسه ويقول انا عايز اتكلم مع حد. وبايك لما يشوف حاله كيم فبيقول ده اكيد مش طبيعي، وبيقول يا ترى ابعت جوجو بكره ليه تاني ولا لا، ولان فريق كيم كانوا بيدهنوا المكان اللي هم قاعدين فيه فتعبوا جدا. فجوجو بتقول لهم اقلعوا هدومكم وانا هحط لكم لزق طبي. فكيم بسرعه ياخده من ايدها ويقول لها انا اللي هعمل لهم، وده لانه غيران عليها. وكيم يوصل للمكان اللي هم قاعدين فيه فيسمع صوت اهات جوه، فيقول هم بيعملوا ايه، وطلع ان بايك بيحط لهم اللزق الطبي وهم بيتألموا. فجوجو تضحك على اخرها على اسلوبهم. فكيم يتضايق اول ما سمع ضحكتها وقال اكيد بيشحنوا بطاريتها، ويقول لها بطلي ضحك شويه وازاي تضحكي كده في غياب سيدك، ويقول لها آلية خائنه. فجوجو تلاحظ ضوء احمر وتسالهم عنه. فكيم يفتح لهم الباب ويلاقي بايك في وشه. فكيم بيتضايق ويقول له ازاي خرجت في نفس الوقت اللي انا داخل فيه، واضح انك بتراقبني. فقال له لا ده انا خارج اشتري لزق طبي. ويتعصب يقول له ده بسبب كبير الخدم بتاعك لان هو اللي مشغل الفريق بتاعي، ويقول المفروض تشغل عمال اكتر. فكيم قال له ما بحبش وجود الناس حواليا ومتقبل وجودكم بس بسبب الآلية، وقال له انا عايز اشوفها دلوقتي. فبايك قال له استحاله لاني بنشحنها. فكيم اتعصب وقال له انا سامعها بتتكلم دلوقتي. فتعصب وقال له عندها مشكله وبنصلحها، وده لان في شخص بيلمسها كتير، ويقول له يا ريت ما تلمسهاش تاني لان ده هيكلفك فلوس كتير في الاصلاح. فكيم قال له لو مش هتسمعوا كلامي امشوا من هنا. فبايك قال له مفيش مشكله. فكيم رجع في كلامه وسابه ومشي لانه ما بقاش قادر يستغنى عنها. وطلع ان الدكتور بايك عامل له تعقب على تليفونه عشان يعرفوا بوجوده في اي وقت، والنقطه الحمراء هي اللي بتظهر موقعه. وكيم بيروح حمام السباحه وهو زعلان، وده لانه نفسه يحب ويتحب. وجين يقعد مع مراته وبيقول لها انه قلقان على جوجي لانه بيرن عليها وما بتردش. فتقول له كل ده حصل لها بسبب انها حبت الراجل الغلط وهو الدكتور صانع الآليين. فسالها عن اسمه فقالت له الدكتور بايك. والدكتور بايك يبص لجوجي وهي نايمه ويفتكر اول لقاء بينهم، وبتطلب منه ان هو يصنع شمسيه، والمظله هتكون مخصوصه للثنائي بحيث تكون شفافه في وقت المطر فيقدروا يشوفوه، وبالزرار يقدروا يعتموها لو حبوا يبوسوا بعض بحيث الناس ما تقدرش تشوفهم. وبتقول انا جيت لك لاني عارفه انك عبقري. وتاني يوم جوجي تقعد في حديقه الكليه، واول ما الدنيا مطرت فقامت فلقت الدكتور بايك واقف لها بالشمسيه اللي هي طلبتها، وبضغطه زرار تغيرها لشفافه عشان تقدر تشوف المطر. فتنبهر وتفرح جدا. وتاني يوم جوجي تروح لكيم ويقول لها انا مستنيك على نار وعاوزك تشغلي وضع الصديق. فقالت له ما انت عندك اصدقاء كتير، وفين حبيبتك بتاعت امبارح؟ فقال لها دي مش صديقه، دي واحده عاديه، ولانها استجوبته كتير فقال لها انا ليه حاسس انك حب قديم وعمال بيستجوبني. فتهربت منه بالكلام وقالت له ما شفتش العقد بتاعك ليه؟ فقال لها ازاي عرفت ان فيها عقد؟ فتوترت وقالت انا بخمن. فقال لها طب افتحي العلبه. فطلعت العقد وادته له. ففرح جدا وقال لها لبسهوني. فتقول لنفسها ومش المفروض اللي يحصل العكس. فيفرح ويقول لها اخيرا رجعت لي، وبيقول لها دي هديه ابويا لامي، ويقول لها وريني السما من جبل هوانج ماي. فالآلية تعرضه على الشاشه، وكيم قال لها في نفس المكان ده ابويا طلب يضم للجواز. فهي انبهرت فقال لها انت غريبه، انا اوقات بحس انك انسانه حقيقيه،
ويقول لها باخدك المكان ده اوريهولك. فقالت لنفسها للاسف مش هكون موجوده، والاي جي 3 اللي هتيجي معاك. ويقول لها لو هتجوز هتقدم بيها اللي بحبها. ويقعدها ويقول لها دلوقتي هحكي لك مشكله. ويقول لها في صديق ليا حبيبته عرضت عليه الزواج، بس للاسف صديق عنده مرض بسيط والمرض ده ممكن يكون سبب وفاته. ويقول لها يا ترى ممكن يعيش معاها من غير ما يقول لها على مرضه؟ ويقول لها هل فعلا ممكن يتجوزوا من غير ما يلمسها او يبوسها؟ ففهمت ان هو بيتكلم عن نفسه، وتقول له ده اكيد الحساسيه. فقالت له انت لسه بتحب حبيبتك الاولى؟ فقال لها اول ما بسمع ان هي موجوده بحس ان قلبي بيرفرف. فقالت له انت مستني ايه بعد كل ده؟ المفروض تقوم تروح لها حالا وعرفها اللي مضايقك ويمسك ايديها. فتعصب وقال لها انت ما فهمتيش اللي قلته، بقول لك ما اقدرش المس ايديها. فقالت له ليه؟ فقال لها بسبب الحساسيه. وقال لها اول ما بلمسها بيجي لي حساسيه. فقالت له انت فاكرني مجنونه؟ انا بحثت وما لقيتش فيه حساسيه من النوع ده ابدا. ويجي وقت الاكل ولانه هياكل سلطعون ولانه عجبها جدا، فقالت له بما انه كتير ما تودي الفريق الدكتور بايك منه. فقال لها اكيد ودت لهم. ويضحك ويقول هيتفاجئوا، والفريق يفرح جدا ويبعت لهم اكل ويصرخوا على اخرهم اول ما يشوفوا المنظر. وجين يروح للدكتور بايك ويقول له ازاي تصنع آلية شبه حبيبتك السابقه؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ وهيكون احساس اختي ايه لما تعرف بالموضوع؟ ولان السلطعون طلع من الكرتونه فبدا ينتشر في المكان كله لدرجه انه وقف عليهم هم شخصيا وقال له هديك فرصه لحد ما تخلص الاختبار بتاعك، ولو بعدها ما غيرتش وشها اقاضيك. فكيم قال له حاضر. وكيم يجهز الاكل ويقعد ياكل. فجوجو تقول له واضح انك شاطر جدا في اكل البيت. فضحك وقال لها ما اقدرش اكل حد تاني عشان كده بطبخ لنفسي. فتستغرب وتقول له يعني انت عمرك ما اكلت من المطاعم؟ فقال لها من 15 سنه تقريبا ما اكلتش من المطاعم. فاستغربت وقالت له امال كنت بتاكل ايه؟ فقال لها كنت عايش على اللبن والاندومي وبعد كده بدات اتعلم نفسي ازاي اطبخ. فجوجو تبص له وهو صعبان عليها ويقول لها انا اتعلمت الطبيخ من مذاق الاكل اللي كانت امي بتعمله لي. ويضحك ويقول لها المشكله اني كنت بعاني في الحلاقه. فحطت ايدها على كتفه وقالت له في النهايه بقيت راجل كويس. فبص لها وهو متاثر بكلامها ففاقت وبعدت عنه. فقال لها انا حاسس ان قلبي بيرفرف دلوقتي. فقالت له انت بتفكر في حبيبتك؟ فقال لها كنت اتمنى تكون آلية زيك، وقتها كنت هلمس شعرها كده وامسك ايديها كده وابوسها كده. وقال له جوجي اول ما لمستك وصلت للقرار النهائي وهو انه هيدي العقد بتاع مامته كهديه لاخر ست في حياته. ففتح صندوق الهدايا والجوابات اللي كانت بتبعتها له يو في عيد ميلاده خلال 15 سنه اللي فاتوا، ولانه ما عرفش غيرها وهي الوحيده اللي كانت فاكراه في عزلته فقرر انه يديلها العقد. وجوجي حطت عارضه المشروع بتاعها قدام كيم عشان يشوفها عشان تحاول تقنعه بمشروعها ويمولها. ويدخل عليها كيم وهو بيتكلم في التليفون عشان يحجز كافيه وبيطلب انه يكون فاضي تماما لدرجه انه مش عايز حتى الجرسونات. وبياخد جوجي مكان الجرسون وبيقول لها انه هيطلب ايد يون النهارده للجواز. ودكتور بايك بيشوف ان كيم كان عايز يبوس جوجي فتعصب وقال ده اكيد مختل ومنحرف وحدد موقعهم وخرج وراهم وهو متضايق. ويوصل كيم الكافيه ويجهز ليون المشروب اللي كانت بتحبه هم اطفال واللي هي الشوكولاته السخنه وهيقدمه لها في الفنجان اللي كانت مقدمه له هديه. فجوجي قالت له بلاش الشوكولاته لان دي بتاعت اطفال، وكمان بلاش الفنجان فكرته مش كويسه. فاصر على كلامه هو وده لانها بالنسبه له اسعد ذكريات فمش قادر ينساها ابدا. واول ما توصل يو يجري عليها وهو طاير من السعاده وجوجي تقدم لهم المشروبات. فجوجي اول ما شافت الشوكولاته السخنه فاحرجته وقالت له كنت بحبها وانا صغيره انما دلوقتي خلاص ما بقتش احبها. فكيم اتحرج وتبص للفنجان وتقول له ايه القرف ده؟ فقال لها وهو محروج ده كان هديه منك من 15 سنه. فقالت له كلامك على الماضي بيحسسني انك عجوز وموضه قديمه. فاتحرج اكتر وجوجي واقفه صعبان عليها وتقول له قلت لك بلاش تعمل كده. ويو قالت له قلت ايه في موضوع جوازنا؟ فقال لها مش هقدر اتجوزك. فاتصدمت وقالت له هقول لابويا ايه دلوقتي وازاي هقول له اني اترفضت؟ فطلع العقد واداهولها وقال لها دي هديتي ليكي. فرفضت تاخده بما ان الجوازه فركش ومدت له ايديها وقالت له سلم وخلينا ننسى موضوع الجواز ده خالص. وسلم عليها وهو متردد وده لانه عارف انه بيتعب. وقالت له هتندم لما اتجوز من غيرك. فقال لها هو تعبان اكيد هندم. وقال لها انت اول واخر بنت هتدخل في حياتي وتسيبه وتمشي وهو يتعب وينهار اكتر. وطلع الابره عشان ياخدها ويفتكر نفسه لما كان بيكلم الدكتور بتاعه وبيقول له ان دي فرصتي الوحيده ان اتجوز. فقال له لو عايز تموت اتجوز وما ياخدش الحقن او يقعد يعيط. وهو منهار ياخد العقد عشان يرميه في الميه. فجوجي ندت عليه وقالت له ليه هترميه ده بتاع والدتك؟ فزعق لها وقال لها بعيد عني عاوز كل واحده ومش عاوز اشوفك. ويرجع في كلامه ما يرميش العقد ويقعد يعيط وجسمه بدا يتشوه اكتر. وجوجي واقفه وراه صعبان عليها بس مش عارفه تعمل له حاجه. واول ما الدنيا مطرت فقعدت جنبه وهي ماسكه له الشمسيه فتبدا الحساسيه تقل والتشوه يختفي وهو مش واخد باله. واول ما المطر هديت فخد ايديها وقال لها يلا نمشي. فهم ماشيين جوجو قالت له ممكن اسالك سؤال؟ انت ليه اديت لها عقد والدتك بالرغم ان هي رفضتك؟ فقال لها دي اول واخر بنت احبها. فقالت له طب لو حصل وقابلت غيرها؟ فقال لها انسي انت مش فاهمك بالكلام ده، انت آلية وما تعرفيش مشاعر البشر. وبعدين يتفاجئ انه خف برغم انه ما خدش الحقنه ويبص لايده وهو مصدوم وهي ماشيه ومش فاهمه حاجه. فهو ماشي ومش مركز فيخبط في واحد واول ما لمسه قعد يزعق له وقال انا قلت لهم يفضوا الكافيه بس اتفاجئ انه ما حصلوش حاجه. فبص للراجل وهو مصدوم وقال له انت سيدي وتاج راسي ومسك ايده وقال له ارجوك تلمسني. فالراجل خاف منه لانه فكره شاذ. وجوجي واقفه مش فاهمه حاجه وطلع الراجل يجري وراه وقال له عايزني المسك فين يا مجنون؟ وبعدين يرن على الدكتور بتاعه عشان يقول له اللي حصل ويتعصب لانه ما ردش عليه. وفجاه ركن في الطريق ونزل من عربيته وهو خايف جدا وقعد يبص على الناس اللي ماشيه في الشارع وهو خايف. فجوجي قالت له تعالى نتمشى وسيب لنفسك خالص. فقال لها يلا هو هيموت من الخوف. فهو ماشي في الشارع شاب خبطه فبص على الجهاز اللي في ايده واللي بيقيس درجه حساسيته فلقى نفسه انه طبيعي جدا. فبدا يمشي في الشارع وهو مبسوط جدا وعامل زي الطفل اللي اول مره يخرج للحياه.
وراح يرسم على ايده وشم، فهو يقعد يضحك ويطير من السعاده لان الراجل لمسه وما زال طبيعي، ففرحان ومش مصدق نفسه. والدكتور بايك حدد موقعهم ووصل، واول ما كين بعد عن جوجي فالحساسيه زادت عليه جدا من تاني، فكلم الدكتور وقال انا كنت خفيت بس رجعت تعبت من تاني، وللاسف الحقنه مش معاه، ولانه غاب على جوجي فطلعت تدور عليه، فاول ما لمحها من بعيد فالحساسيه بتاعته بدات تنزل تاني، واول ما اتدارت عنه تاني فرجعت الحساسيه تزيد تاني، وفجاه يشوفها يرجع طبيعي، فما بقاش مصدق نفسه لانه اكتشف ان جوجي هي العلاج بتاعه، وطول ما هي قدامه يقدر يتعامل مع البشر، واول ما تختفي عنه بتزيد الحساسيه ويتعب من تاني. فحكى للدكتور اللي بيحصل وهو بيعيط، فالدكتور اتصدم وقال له معقول الكلام ده؟ وقال له مين البنت دي؟ فعيط وقال له دي مش انسانه، وطلع يجري عليها وهو في قمه السعاده وهو بيعيط. وبكده يخلص الجزء الاول. اتمنى يكون عجبكم الملخص، ما تنساش تعمل لايك واشترك بالقناه عشان يوصلك كل جديد، وانتظروا ان شاء الله الجزء الثاني. سلام.